قال الكوب الزجاجي الفارغ للطبق الخزفي الذي استقر تحته: لست أفهم لماذا تحشر نفسك تحتي. أنا الذي أحفظ المشروبات الساخنة والباردة، فماذا تفعل أنت؟ أنت قطعة زائدة يحسن الاستغناء عنها. وبعد قليل امتدت يد وأخذت الكوب إلى منضدة قريبة، وامتلأ الكوب بالشاي الساخن، ثم أطبقت عليه أصابع صغيرة لصبي في الثامنة من عمره. وما أن رفع الصبي الكوب حتى لسعته الحرارة الشديدة، وبغير تفكير أفلتت الأصابع الصغيرة الكوب وسقط إلى الأرض وتحطم 100 قطعة. ثم نظر الطبق إلى بقايا الكوب وتنهد في أسف وقال: لو كنت أنا الذي أحملك الآن، لما شعرت الأصابع بالحرارة؟ ومن الغريب إنني لم أشكو أبدا من حملك. لقد كنت تخشى أن أحصل على شيء ولو قليل من تقدير الناس أو اهتمامهم، فكانت النتيجة إنك فقدت حياتك كلها.